السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى بقى نراجع مع بعض الواجب اللي احنا كنا متفقين نراجعه. طبعا الكلام ده هتلاقيه موجود عندك في المذكرة الأول اهو في صفحة 30 كلها وصفحة 31 زي ما اتفقنا وقفنا لحد هنا لحد ضربات القلب. تمام؟ تعالى بقى طلع معايا كده الواجب يلا ونحل الواجب اللي كان عندنا واحدة واحدة. سؤال رقم 18 بقول لك في الشكل المقابل، تعال ندرس الشكل كده. هو جايب لي في رقم واحد جوه هنا، جوه دي مش مشاور تحديدا على الخطوط السيتوبلازميه، فهقول عليها انابيب غرباليه. طب رقم اتنين خلايا مرافقه. انا كده جاهز لك يا عم، انت كده بتتكلم عن اللحاء وعرفنا المعطيات بتاعه. عايز ايه بقى؟ بيقول لك اي مما يلي لن يحدث عند ازاله التركيب اتنين. يعني احنا شلنا الخلايا المرافقه، حاجه مش هتحصل، حاجه ملهاش دعوه يعني. سيفقد النسيج مصدر الطاقه، ايوه لان الخلايا المرافقه هي اللي كانت بتديه طاقه. سيتوقف نقل المواد العضويه، عشان محتاجه الطاقه اللي بتيجي من الخلايا المرافقه. ستتوقف الحركة في رقم واحد، أيوه هتتوقف الحركة فعلا هنا في رقم واحد في الأنابيب الغربالية لأنها كانت محتاجة طاقة عشان السيتوبلازم يتحرك. طب سيتحول النسيج إلى نسيج خشبي؟ فعلا دي اللي ملهاش علاقة. يعني أنا شلت الخلايا المرافقة فجأة اللحاء يتحول لخشب؟ أكيد لأ طبعا ملهاش علاقة. يبقى ده الاختيار. طب يشترك واحد مع اتنين في احتوائية على ايه؟ دي مباشرة بقى، هما الاتنين فيهم سيتوبلازم وكانوا متوصلين مع بعض عن طريق البلازموديزما. مظبوط طبعا للي قال، اللي ما قالش سقف لنفسك يالا جدع يالا جدع يالا اللي بتسقف. سؤال 3 بيقول لك اي المواد التالية تمر من الخلية 2 الى الخلية 1 عبر وصلات السيتوبلازم. راجع كده تاني، من الخلية 2 للخلية 1. ادى الخلية 2 من الخلية المرافقة تروح للخلية 1. هي ممكن الخلية المرافقة تدي ايه للأنابيب الغربالية؟ طاقة، مظبوط. فأنا عايز اختيار بيدل على الطاقة أهي اي تي بي. سؤال 19 عند تصرف فقاعات هوائية في أوعية الخشب يفقد النبات قوة ايه؟ يا أهلا بالكتير اللي حلنها التماسك. غلط. غلط ليه يا أستاذ؟ ما هو لما يتصرف فقاعات هتفقد قوة التماسك ما بين جزيئات المية وبعضها. لا مش هتفقدها كلها. هو مثلا لو دخل في حتة ففقد مثلا قوة التماسك اللي ما بين دي واللي فوقها، طب الباقي؟ ما هو الباقي عنده قوة تماسك عادي. هقول لك مثال تاني، يعني لو مثلا دخل قطع عمود الماء المتصل، هل لما جزيئات المية تقع تحت كل واحد فيهم اول ما يقع تحت جزيء الميه وقع بقى خلاص سلام عليكم انا ماشي انا، وجزيء الميه تاني انا ماشي، وجزيء الميه التالت انا ماشي؟ ده مش هيحصل. هيفضل في قوه تماسك عادي ما بين الجزيئات حتى لو وقعوا. يعني كانك كابب شويه ميه، جرب كده تكب شويه ميه، ما انت هتلاقي برضه جزيئات الميه مع بعضها، مش هتلاقي كل جزيء بيسافر يعني. امال ايه يا استاذ الخلاصه؟ الخلاصه ان اللي هيتفقد قوه الشد. افتكر المثال بتاع الثبت اللي كنا قايلينه، لو انا جيت قطعت لك الحبل، لو انا قطعت الحبل كده انا كده ما قطعتش الحبل كله، انا مجرد عملت قطعيه كده فصلت الحبل عن بعضه، فتيجي سيادتك تسحب الثبت في المثال اللي اتفقنا عليه مش عايز يتسحب. ليه؟ لان قطعت الحبل من النص. هو هنا نفس الكلام، انا لما قطعت عمود الماء المتصل افقدت النبات قوه الشد، مش قادر يشد لاني قطعت له الحبل بتاعه. دي النتيجه النهائيه اللي حصلت فعلا. السؤال اللي بعده بيقول لك في 20 اي المواد التاليه لها القدره على امتصاص الماء ولكنها لا تذوب فيه. يعني ايه لها القدره على امتصاص الماء ولكنها لا تذوب فيه؟ معناه ان هي ماده غرويه. يعني احنا كنا خدنا في المنهج عندنا 4 مواد غرويه. خدنا في صفحه 3 في خاصيه التشرب كان في سيلولوز، بكتين، بروتينات البروتوبلازم. ورجعنا خدنا في صفحه 26 لما كنا بنتكلم عن نظريه خاصيه التشرب ان الليجنين كمان يقدر يعمل كده. فانا معايا 4 مواد محتاج اختار منهم: سيلولوز، بكتين، بروتينات البروتوبلازم، ليجنين. تعال ندور على اختيار يكون فيه 2 من ال4 دول. فين الاختيار ده؟ اهو. يبقى الاختيار ج تمام. 21 اي العوامل التاليه تساعد على اتمام زراعه نبته نبات في قصيص. القصيص ده اللي مش عارف اللي هو ده،
ده القصيص اللي هو بيكون فخار بقى بلاستيك اللي بيتزرع فيه ايه؟ النبات بعد كده. ماشي. بعد ان تم الاحتفاظ بها في كأس بها ماء لمدة يومين، هي موجودة في كأس فيها ماء ومحتاجة انقلها، ايه احسن طريقة انقل بيها؟ ترك النبتة لفترة اطول معرضة للشمس، فتتبخر المية فتموت، اكيد لا. طب غرز جذورها مباشرة في تربة رطبة، يعني اشيل الجذور احطها على طول في تربة تكون رطبة، تربة رطبة يعني فيها مية، تنفع؟ تنفع، عشان لما تتحط في تربة رطبة تقدر تمتص مية جديدة وتعمل عملية بناء ضوئي، دي تنفعني الا اذا لو لقيت اختيار احسن. غرز جذورها مباشرة في تربة جافة، طبعا المحنكين دلوقتي يقول لي ايه؟ طب يا استاذ ما هي كانت محطوطة في كأس بها ماء لمدة يومين يعني معاها مية، عندك حق، بس بعد ما تحطها في تربه جافه هتقعد فتره صغيره وتموت. طب ليه؟ ما انت عندك اختيار احسن اهو، انك تحطها في تربه ايه؟ رطبه، يعني تربه فيها ميه، يبقى اكيد التربه اللي فيها ميه هي الافضل. طيب تغطيه المجموع الخضري بكيس قبل زراعتها، ما انت لو غطيت المجموع الخضري بكيس، انا ما اعرفش الكيس ده يبقى ايه، الكيس دوت ممكن يبقى كيس غامق فما يعديش الشمس، ممكن يبقى كيس فاتح بس ما يعملش عمليه النتح، فيبقى انت كده بوظت الحته بتاعت ايه؟ تماسك وتلاصق وقوى الشد الناتجه عن النتح، يبقى مش هينفع برضه للسببين دول. يبقى الاختيار الصح فعلا ب. 22 بيقول لك اي العبارات التاليه لا تتفق مع طبيعه اللجنين، حاجه مش تبع اللجنين. ماده ذات طبيعه غرويه لها القدره على تشرب الماء، دي خدناها فعلا تبع اللجنين في خاصيه التشرب. طب قد ياخذ اشكال متعدده كالحلزوني والدائري داخل الوعاء الخشبي، اتفقنا شرائط اللجنين اللي بتكون جوه الاوعيه ممكن تكون حلزوني، دائري، حتى ممكن تكون شبكي، ممكن تكون سلمي، ممكن تكون منقل، بتبقى كل الاشكال دي عادي، يبقى جمله صح. طيب ماده دعاميه تقوي الوعاء الخشبي مع تقوسه، مظبوط، بتبقى موجوده جوه فبتخلي الوعاء جامد. ما تيجي نراجع الحته دي، لا كنا قايلين سليلوز ولجنين، قلنا ان السليلوز ده بيدي دعامه بس معاه ليونه ومرونه، اما اللجنين كان بيدي دعامه معاه قوه وصلابه زي نفس فكره الخشب كده بالظبط. يبقى انا كده متاكد ان الثلاثه دول صح، يبقى اكيد الجمله الرابعه هي اللي لا تتفق. ماده منفذه للماء والذائبات، فعلا غلط، هي مش منفذه، هي غير منفذه. 23 بيقول لك إذا كان المخطط السابق يعبر عن اتجاه حركة المواد الغذائية داخل إحدى الأشجار، فأي الاختيارات بالجدول المقابل تعبر تعبيرا صحيحا عن الA والB والC. بص لو جيت تشوف بكل بساطة هتلاقي إن الA نقل مواد غير عضوية للB، والB خد المواد الغير عضوية واداها للC، يبقى أكيد المصدر ده اكيد الجذور امتصت الميه والاملاح وادتها للساق، يبقى كده ايه؟ جذر، بي ساق، سي اوراق. فانا عايز اختيار بيدل على كده، الاي جذر اهو واهو، البي ساق لا دي ما تنفعش اهي، السي اوراق اهي، فيبقى الاختيار بالنسبه لنا ده. 24 أي الرسومات البيانية التالية توضح العلاقة بين معدل النتح وتدفق الماء في الساق خلال ساعات النهار الأولى. هو كل ما يزيد معدل النتح يحصل إيه لتدفق الماء؟ هيزيد هو كمان، لأنك لو عملت نتح كتير يبقى النبات كده فقد مية، طالما فقد مية يبقى عطش يا عم، فيرجع يمتص مكانها مية تاني، يبقى كده العلاقة طردية. هي فين بقى؟ هذا العلاقة الطردية. 25 بيقول لك أي من مالي لا يتفق مع بقاء أعمدة الماء معلقة باستمرار داخل أوعية الخشب في النبات. حاجة ملهاش علاقة يعني إن المية تفضل متعلقة. تعال نجرب. ألف قوة التلاصق بين جزيئات الماء، أيوه فعلا دي اللي ملهاش علاقة. ملهاش علاقة ليه؟ لأن مفيش حاجة اسمها تلاصق بين جزيئات الماء، اللي ما بين جزيئات الماء كان اسمها تماسك بسبب الروابط الهيدروجينية، اما التلاصق دي كانت ما بين جزيئات الميه والجدار اللي هو سليلوز ولجنين، يبقى دي جمله غلط اصلا. السؤال اللي بعده بيقول لك في 26 اي من مالي لا تلعب الطبيعه الغرويه لجدران اوعيه الخشب دورا فيه، يعني حاجه مش تبع وظيفه الجدران بتاعه اوعيه الخشب اللي هي سليلوز بالاضافه للجنين، حاجه مش تبعهم. حدوث ذرات التشرب، لا يا عم بيعملوا تشرب.
طب وجود قوة التماسك، وجود قوة تماسك مالهمش علاقة بالتماسك، ده كانوا بيعملوا قوة تلاصق. اما اللي كان بيعمل تماسك اللي هي الروابط الهيدروجينية بين جزيئات الماء، يبقى دي مالهاش علاقة، يبقى ده اختياري اللي اذا لو لقيت حاجة احسن. بقاء أعمدة الماء معلقة مقاومة لتأثير الجاذبية، لأنها زي ما قلت لك في الشرح بتخلي جزيئات الماء كأنها متشعلقة كده فما بتخليهاش تقع بسهولة. طب د، وجود قوة التلاصق، أيوه يا عم ما هو بتعمل قوة تلاصق مع جزيئات المية. يبقى كده نرجع للاختيار بتاعنا اللي هو ب. سؤال 27 بيقول لك الشكل المقابل يوضح مسار نقل الماء خلال النبات. أي من مال يمكن أن تمثل العمليات التي ينتقل بها الماء في البي والآ؟ تعال نشوف. البي هنا بيفقد ميه خلال عملية النتح، يبقى البي اسمها عملية نتح أهي أو أهي. طب بالنسبة للآ، أرى الآ أهي شعيرة جذرية وبتمتص ميه، يبقى أكيد خاصية اسموزية أهي. يبقى الاختيار الصح بالنسبة لك إيه؟ السؤال التاني، ماذا يحدث لحظة قطع النبات عند الجزء اس هنا؟ دي اللي كنا بنقول عليها ظاهرة الإدماء، اللي هي خروج قطرات من الماء عند قطع ساق نبات بالقرب من سطح التربة. فأنا عايز اختيار بيدل على الإدماء. يتوقف خروج الماء من الساق، تحدث ظاهرة الإدماء، امسك، هي دي اللي عايزينها. يبقى الاختيار الصح ده. 28 بيقول لك هي الرسومات البيانية التالية توضح العلاقة بين معدل البناء الضوئي ومعدل صعود العصارة في النبات اللي هو اكس. ما هو كل ما يزيد معدل البناء الضوئي معناه ان النبات عمال يستهلك ميه، وبالتالي هيزداد برضه معدل صعود العصارة، علشان النبات محتاج ميه واملاح اضافيه يعمل بيها عمليه البناء الضوئي، وعشان كمان فقط خلال عمليه النتح. يبقى علاقه طرديه. فين شكل العلاقه الطرديه؟ ج. أي العناصر التالية لا توجد في غذاء حشرة المن عند فحصه؟ اتفقنا متلر لما جه يفحص الغذاء لقى ان الغذاء فيه جلوكوز، سكروز، احماض امينيه، بروتين. طب ايه الحاجه الوحيده اللي مش موجوده؟ الاحماض الدهنيه. اي من مال يعمل على زياده عمليه النقل النشط في اللحاف؟ كنا احنا واخدين معلومه صغيره كده بتقول ان هم لما خفضوا درجه الحراره وتركيز الاكسجين لقوا ان الانسياب السيتوبلازمي عمال يقل. ركز كده، اهدى تاني اهدى. لما قللوا الحراره والاكسجين عمليه النقل النشط بتاعه السيتوبلازم نقصت. طب انا عايز ازودها، اعكس دول بقى، بدل ما تقلل الحراره والاكسجين يبقى احنا هنزودهم. تعال ندور على اختيار بيدل على كده. زياده درجه الحراره ونقص الاكسجين؟ لا. خفض درجه الحراره وزياده الاكسجين؟ لا. زياده كل من درجه الحراره وتركيز الاكسجين؟ خفض درجه الحراره ونقص الاكسجين؟ برضه لا. يبقى الاختيار الصح بالنسبه لنا قلنا ينفعنا ج، بس طبعا لحد مقدار معين. اكيد مش هنفضل نزود درجه الحراره الى ما لا نهايه يعني، لا، لحد مقدار معين اللي هي الدرجه المثلى لعمل الانزيمات. طب 31، ما العامل الرئيسي اللي بيساعد على ارتفاع الماء في ساق النبات؟ عايز حاجه بتخلي الماء تفضل ترتفع كده في الساق. تعال نجرب. الاختلاف في الاسموزيه بين العصاره الموجوده في الخليه والماء الموجود في التربه، دي تساعد، بس مش بتساعد على ارتفاع الماء في ساق النبات. دي تساعد لك على امتصاص الجذر للميه بس، انما ما تساعدش على ارتفاع الماء. طيب الحراره الممتصه من الشمس تنفع؟ تنفع، لان درجه الحراره الممتصه من الشمس هتساعد لك في عمليه النتح. فلما تعمل نتح يحصل امتصاص مكان، عشان قلنا قوى التماسك والتلاصق وقوى الشد الناتجه عن النتح، يبقى بسبب عمليه النتح اهو. يبقى الاختيار الصح بالنسبه لنا ب. ده بالنسبه لاسئله الاختيار. بالنسبه للمقالي بيقول لك يحتوي تحلب الاسبيروجيرا على حزم وعائيه متطوره، ما مدى صحه العباره مع التفسير؟ طبعا العباره غلط. غلط ليه يا عم؟ لانه تحلب يعني ما عندوش انسجه نقل متخصصه، فهقول له ايه؟ العباره خطا، لانه يقوم بنقل الغازات والمواد الاوليه والعضويه من خليه لاخرى بالانتشار والنقل النشط. السؤال الثاني، اكتب ما تدل عليه العباره تراكيب نباتيه غير حيه قد تتغير طبيعه السطح الداخلي لها من نبات لاخر. ده سؤال ايه؟ نص ثعباني كده، مش ثعباني كامل يعني. بيقول لك تتغير طبيعه السطح الداخلي لها من نبات لاخر. يقصد هنا شرايط الليجنين، هي اللي ممكن تبقى حلزوني ودائري وشبكي وسلمي ومنقر. يبقى هنا هجاوب له اقول له الاوعيه او القصيبات. من الشكل المقابل ما اهميه 2 و4؟
تعال نشوف المعطيات. هو في واحد هنا مش هيقول لي على الانابيب الغرباليه نفسها، يبقى الانابيب الغرباليه. وفي 2 مشاور على الخيوط نفسها، يبقى الخيوط السيتوبلازميه. 3 مشاور على النواه اللي هي جوه 4، يعني جوه الايه؟ الخليه المرافقه. عايز ايه يا عم؟ عايز دور البلازموديزما او ثواني. السؤال الاول، ما اهميه التركيبين 2 و4؟ تعال نبص عليهم كده. التركيب 2 اللي هي الخيوط السيتوبلازميه بتشيل الغذاء وبتوزعه، فهقول له تقوم بالانسياب السيتوبلازمي لنقل المواد الغذائيه من الاوراق الى جميع اجزاء النبات. طيب دول 4 دي اللي هي الخلايا المرافقه، هقول له تقوم بصناعه الطاقه اللازمه للقيام بالعمليات الحيويه، وبتدي الطاقه طبعا للانابيب الغرباليه. طيب ما دور البلازموديزما ما بين التركيبين 1 و4؟ ايه اهميه البلازموديزما ما بين الانابيب الغرباليه والخلايا المرافقه؟ هو حلقه الوصل ما بينهم، يبقى هقول له يقوم بتوصيل الطاقه من الخلايا المرافقه للانابيب الغرباليه، ويقوم بتوصيل الغذاء من الانابيب الغرباليه للخلايا المرافقه. او لو كتبت بشكل عام تعمل على اتصال المواد بينهما، صح. ماذا يحدث في حاله اختفاء التركيب 3؟ يعني لو مفيش نواه، كده الخلايا المرافقه تبقى غير حيه فتموت، فتتوقف عمليه النقل، فالدنيا تبوظ، فنبات مع السلامه. يبقى هقول له هنا ايه؟ تتوقف العمليات الحيويه في الخليه المرافقه، وبالتالي يموت النبات. نخش على السؤال الرابع، بيقول لك علم. قد يحدث بطء حركه السيتوبلازم وانسيابه بالانابيب الغرباليه، ممكن يبطأ ليه؟ الحته اللي قلنا عليها بتاعت درجه الحراره الاكسجين، فهقول له بسبب خفض درجه الحراره وتركيز الاكسجين. طيب 5، تحصل خلايا الجذور على غذاء على الرغم من عدم احتوائها على كلوروفيل وعدم تعرضها للضوء. بتجيب الاكل منين يا عم؟ من اللحاء. اللحاء خد الغذاء من الاوراق ووزعه لك لجميع اجزاء النبات، فهقول له لان لحاء الاوراق يتصل بلحاء الساق ولحاء الجذر ليعمل على توصيل المواد الغذائيه من الاوراق الى جميع اجزاء النبات. سؤال رقم 6، فسر بالرغم من ان اوعيه وقصيبات الخشب انسجه غير حيه الا ان نسيج الخشب عموما يحتوي على نواه او انويه. يعني ايه ده؟ بسبب ايه؟ بسبب برانشيما الخشب. يبقى هقول له لان الخشب يحتوي على خلايا برانشيميه وهي خلايا حيه تحتوي على نواه. سؤال 7 هنا جايب لي ايه؟ رقم 1 اللي هو مشاور عليه ده الاوعيه. رقم 2 بص كده، 1 2 3 4 5 6 دي القصيبات. س بقى مشاور على النقر نفسها اللي كانت بتسمح بنفاذ الماء من الداخل للخارج. بيقول لك استنتج سبب عدم تقوس جدار التركيب 1 للداخل، الاوعيه يعني، عشان شرايط الليجنين اللي موجوده جواها اللي هي دي اهي، شرايط الليجنين دي كده، فهقول له بسبب احتوائها على شرائط من الليجنين. طب حدد اي التركيبين 1 أو 2 لو دور اكبر في عمليه النقل في النبات مع تفسير اجابتك. اكيد 1، لان 1 دي الاوعيه الاكبر في الحجم، عده خلايا مش خليه واحده، يبقى هقول له 1 لان الاوعيه تتكون من عده خلايا وليس خليه واحده. يتميز التركيب 1 بعده خصائص كان لها دور في تفسير القوى التي تعمل على صعود العصاره في النبات، فسر ذلك ويكتفي بخاصيتين بس. هو بيتكلم عن التركيب 1، ايه الخصائص اللي عنده؟ ممكن اكتب كتير، ممكن اكتب ان هو يتكون من عده خلايا متراصه فوق بعضها، ممكن اتكلم ان هي انابيب ضيقه تتراوح قطرها من 2 من 10 ل 5 من 10 مللي فتتمتع بالخاصيه الشعريه، ممكن اقول ان الجدران بها سليلوز ويتوصل بها الليجنين فتقوم بخاصيه التشرب. ده كله ينفع اقول، اختار 2 بس. ماذا يحدث في حاله غياب التركيب س؟ لو مفيش النقر هعكس الوظيفه بتاعتها، لن يتم السماح بخروج الماء من الداخل الى الخارج. سؤال 8، استنتج كيف ساعد التراكيب كل مما ياتي في القيام بوظائفه. اوعيه الخشب لسه قايلينها بقى، هتكلم ان الانابيب ضيقه ما بين 2 من 10 ل 5 من 10 فتحقق الخاصيه الشعريه، وان الانابيب الجدران بتاعتها سيليلوز بالاضافه الى الليجنين فتحقق خاصيه التشرب. القصيبات هقول برضه ان الجدران بتاعها لها خاصيه التشرب عشان السليلوز والليجنين، وهقول برضه في القصيبات اي حاجه من الحاجات بتاعها زي مثلا ان النقر بتاعها بتسمح بنفاذ الماء والاملاح وليكن. طب بالنسبه للحاء ايه اللي عنده برضه يخليه يقوم بالوظيفه بتاعته؟ ممكن احكي كذا حاجه، ممكن اقول له ان هو عنده انابيب غرباليه
بقى خيوط سيتوبلازميه يمر من خلالها السيتوبلازم من ثقوب الصفائح الغرباليه لنقل المواد الغذائيه. وممكن اقول له كمان ان الخلايا المرافقه تحتوي على نواه وميتوكوندريا وريبوسومات لتنظيم العمليات الحيويه للانابيب الغرباليه. سؤال 9. يوجد في النبات انسجه ترتبط بوظيفه النقل. حدد اسم هذه الانسجه اللي بتعمل نقل خشب ولحاء. طب نوعيه المواد التي تنتقل خلال هذه الانسجه: الخشب، الماء والاملاح، اللحاء، المواد الغذائيه. طب اتجاه النقل في كل من هذه الانسجه: الخشب من اسفل الى اعلى، يعني من الجذر ثم الساق ثم الاوراق. طب اللحاء من الاوراق الى جميع اجزاء النبات. سؤال 10. الشكل المقابل يوضح التركيب الداخلي للساق. تعال نشوف المعطيات كده. 1 الكيوتين، 2 البشرة، 3 الكولانشيمي، 4 البارانشيمي، 5 مش هقول لك في 5 هنا على البريسايكل، لا مش البريسايكل، مش هقول لك هنا على الغلاف النشوي، 6 البريسايكل واصله هنا ولا اللي مش واخد باله، 7 اهو اللحاء، 8 الكامبيوم، 9 ده الخشب اللي لسه قريب من الكامبيوم اللي كنت قايل لك عليه خشب نونو، خشب صغير لسه، يبقى خشب ثانوي. طيب بالنسبه ل9 10 ده في النص هنا بارانشيما الخشب، 11 دي اشعه نخاعيه، 12 هنا خشب بس ناحيه تحت يبقى خشب ابتدائي. طب 13 ده اللي موجود في المركز اللي هو النخاع. تعال نشوف هو عايز ايه. مواظبة التركيبين 3 و5. 3 اللي قلنا عليه الكولانشيمي، تدعيم الساق والقيام بعملية البناء الضوئي في حالة تواجد البلاستيدات الخضراء. طب بالنسبة للتركيب 5 ثواني كده، البلاستيدات الخضراء. طب بالنسبة للتركيب 5 مش هقول على الغلاف النشوي، يبقى تخزين وحفظ حبيبات النشا. حدد اسم ورقم التراكيب الغير حيه التي يتخللها خلايا حيه، يبقى هي غير حيه بس في نصها في خلايا حيه. ممكن اقول له على اللي هو 9 الخشب الثانوي و12 الخشب الابتدائي يتخللهم خلايا حيه وهي 10 بارانشيما الخشب. وممكن كمان اقول له 7 انسجه اللحاء يتخللها بارانشيما اللي هي الخلايا البرانشيميه بتاع اللحاء، ويتخللها كمان الخلايا المرافقه، تنفع برضه. طب تتعدد اماكن وجود النسيج البرانشيمي بالشكل بين ذلك. عايز الاماكن اللي فيها نسيج برانشيمي، عندك كذا حاجه. عندك البشره ده واحد، عندك البرانشيمي اللي هنا في الخلايا البرانشيميه العاديه في القشره، عندك كمان البرانشيميه اللي موجوده فين؟ في البريسايكل، وعندك خلايا برانشيميه في اللحاء، وعندك خلايا برانشيميه ما بين الخشب، وعندك خلايا برانشيميه بتكون النخاع، وعندك خلايا برانشيميه بتكون الاشعه النخاعيه. يا عم كل ده اللي بتستغرب، ما كل دي خلايا برانشيميه المفروض ان انت مذاكرها كويس يعني. طيب ده بالنسبه للسؤال 10. سؤال 11. فسر تتعدد الخلايا المدعمه لساق نبات القطن باختلاف مواقعها. في 3 حاجات بتدعم الساق: الخلايا الكولانشيميه في القشره، البريسايكل، الخشب. رسم البيان المقابل يوضح العلاقه بين ارتفاع الماء في الانابيب الخشبيه وقطر هذه الانابيب باحدى الخواص الفيزيائيه. طالما قطر يبقى اكيد خاصيه شعريه. بيقول لي ايه في السؤال الاول؟ بيقول لك فسر لي المنحنى ا ب. لو بصيت على المنحنى ان كل ما القطر يكون كبير ارتفاع الميه قليل، اما لما القطر يكون رقم قليل، يعني مثلا ايه؟ لو فرضت بالنسبه لك القطر اهو مثلا 1/10، 2/10، 3/10 كده يعني، فكل ما القطر يكون كبير اهو ارتفاع الميه قليل. اما كل ما القطر يكون قليل اهو، بص اهو ارتفاع الميه كبير. قصدك ايه يا استاذ؟ قصدي ان العلاقه عكسيه. يبقى هقول له ايه؟ بنقص قطر الاوعيه الخشبيه يزداد صعود الميه. استاذ طب انا عكست. ما تعكس عادي، ايه المشكله؟ اللي هو اقول ايه بقى؟ بزياده قطر الاوعيه الخشبيه يقل صعود الميه. برضه صح عادي، المهم ان هي علاقه عكسيه. طب لماذا لا يرتفع المنحنى عن النقطه ا؟ النقطه ا دي وصلت لحد ما بين ال1 وال2 متر، يبقى هقول له لان اقصى صعود بالخاصيه الشعريه تصل الى 150 سم، يعني متر ونص. سؤال 3. ماذا أتوقع أن يحدث إذا كانت أقطار الأنابيب الخشبية أكبر من 1 سم
هي اساسا المفروض من 2 من 10 ل 5 من 10 مللي. لو زادت عن الواحد سم اللي هو رقم اكبر منهم طبعا، يبقى هقول له تقل او تنعدم الخاصيه الشعريه، او ممكن اقول له يقل معدل صعود الماء بالخاصيه الشعريه. اعلل للروابط الهيدروجينيه اللي بتربط جزيئات الميه ببعضها دورا في صعود العصاره في النبات. اتفقنا ان الروابط الهيدروجينيه دي بتعمل قوه التماسك، يبقى هقول له لانها تقوم بوظيفه التماسك بين جزيئات الماء للحفاظ على عمود متصل من الماء داخل اوعيه وقصيبات الخشب. تلعب بطبيعه الخشب دورا في صعود الماء داخل اوعيه الخشب. هحكي له برضه القصه بتاعت ان الجدران من جوه سليلوز بالاضافه الى الليجنين، فتتمتع بخاصيه التشرب التي تعمل على وجود تلاصق بينها وبين جزيئات الماء. وممكن احكي له كمان عن انها بتكون انابيب ضيقه جدا من 2 من 10 ل 5 من 10 مللي، فبتتمتع بالخاصيه الشعريه. ينتقل الماء من الجذر الى الاوراق وفق التركيب التالي: قشره، وبعدين تبعت للصغور على طول، وبعدين النسيج الميزوفيلي اللي هو المتوسط، وبعدين شعيره جذريه، ثم خشب. ما مدى صحه العباره؟ اكيد غلط طبعا، الراجل ملخفن الدنيا. امال ايه الترتيب الصح طبقا للكلمات اللي موجوده قدامك دي؟ اول حاجه يا عم الشعيره الجذريه هتنقل المفروض للبشره، بس مش موجوده في الرموز اللي عندنا دي، في الكلمات دي. يبقى تاني حاجه القشره. طيب فكر على مالك، القشره هتدي لمين؟ للصغور على طول فوق؟ للنسيج المتوسط فوق؟ لا يا عم، للخشب الاول اللي هو خشب الجذر، ثم خشب الساق، ثم خشب الاوراق. يبقى الخشب. بعد كده صغور ولا نسيج ميزوفيلي؟ نسيج ميزوفيلي الاول، والنسيج الميزوفيلي هو اللي يدي للصغور بعد كده عشان الصغور تعمل عمليه النتح. يبقى هقول له العباره غير صحيحه لان الترتيب الصحيح يجب ان يكون، واكتب له الترتيب ده. سؤال 16، فسر العناصر المشاهده والانهما في دراسه عمليه النقل في نبات الفول. هحكي له قصه رابد وبور، وهقول له لان العالمان رابد وبور استخدم الكربون المشع للتعرف على تكوين مواد كربوهيدراتيه مشعه والتعرف على انتقالها لجميع اجزاء النبات. 17، يمتص نبات الفول الماء والاملاح المعدنيه بواسطه الجذور، ويحصل ايضا على غاز ثاني اكسيد الكربون عن طريق الصغور. في ضوء ذلك حدد المكان اللي بيحدث فيه انتشار لغاز ثاني اكسيد الكربون. ما هو مش بيقول لك غاز ثاني اكسيد الكربون عن طريق الصغور؟ يبقى بيفتح الصغر فبيدخل عن طريق الفجوات، يبقى هقول له يمر عن طريق الصغور ثم المسافات البينيه التي توجد في الجهاز الثغري. طيب تتبع المسار اللي بيسلكه الماء والاملاح وكذلك ثاني اكسيد الكربون لحد مكان استغلالها في النبات. لو بدانا بالماء والاملاح هقول له تنتقل من الجذر ثم الساق ثم الاوراق، تحديدا النسيج المتوسط للقيام بعمليه البناء الضوئي. طب بالنسبه لثاني اكسيد الكربون زي ما كنت قايل فوق، عن طريق الصغور ثم المسافات البينيه ثم النسيج المتوسط للقيام بعمليه البناء الضوئي. حدد نوعيه المركبات التي تتكون كنواتج نهائيه. ايه المركبات اللي تتكون كناتج نهائي؟ هقول له المواد الكربوهيدراتيه مثل الجلوكوز. وينفع يا استاذ اقول له البروتين كمان؟ ما تقول يا عم البروتين، عشان زي ما خدنا املاح النترات والفوسفات والكبريتات ممكن تحول الكربوهيدرات الى بروتين، فتنفع عادي. يبقى هقول له المواد العضويه او المواد الكربوهيدراتيه. الخاصيه الشعريه وعمليه النتح تلعبان دورا هاما في حركه الماء عبر النبات، والضحيه من هاتين العمليتين تقوم بمساهمه اكبر في حركه الماء لاعلى في جذع الشجره. مع تفسير اجابتك لاعلى يبقى ايه؟ تماسك وتلاصق وقوى الشد الناتجه عن النتح. طالما ناتجه عن النتح يبقى دي. يبقى هقول له عمليه النتح لان عمليه النتح تقوم بشد الماء لاعلى وفقا لنظريه التماسك والتلاصق وقوى الشد الناتجه عن النتح. سؤال 19، امكن تفسير آلية انتقال المواد العضويه في اللحاء على اساس الانسياب السيتوبلازمي. ما مدى صحه العباره مع التفسير؟ انتقال مواد عضويه وانسياب سيتوبلازمي؟ اكيد صح. ليه بقى؟ هقول له القصه بتاعت ساين وكاني بشكل ملخص. هقول له لان العالمان ساين وكاني اثبت انتقال المواد العضويه عبر الانسياب السيتوبلازمي من خليه لاخرى وتحتاج الى طاقه تكفي، مش لازم تحكي القصه كامله. سؤال 20، ما العلاقه بين الخلايا المرافقه وحركه الانسياب السيتوبلازمي؟ هقول له ان هي بتنتج طاقه عشان يعمل انسياب سيتوبلازمي، يبقى لانها تحتوي على الميتوكوندريا اللازمه لانتاج الطاقه وتنقلها الى الانابيب الغرباليه عبر البلازموديزما لحدوث حركه الانسياب السيتوبلازمي. ما العلاقه بين حصول النبات على الاكسجين وعمليه النقل في النبات؟ هحكي له ان الاكسجين النبات محتاجه عشان يعمل اكسده للجلوكوز
فينتج طاقه يستخدمها في الانسياب السيتوبلازمي بقى. يبقى هقول له لان الاكسجين يعمل على اكسده الجلوكوز اثناء التنفس الخلوي فينتج طاقه تستخدم في عمليه الانسياب السيتوبلازمي. اخر سؤال بيقول لك فسر تتاثر عمليه النقل في النبات بالعوامل الخارجيه. يقصد انه نقل بقى، احكي براحتك بقى، احكي اي حاجه ايه متاثره يعني بالعوامل الخارجيه. ممكن اقول له مثلا ايه عمليه نقل الماء والاملاح وفقا لنظريه الضغط الجذري تتاثر بالعوامل الخارجيه بشده. وممكن اقول له ان عمليه نقل المواد العضويه في الانابيب الغرباليه تتاثر بكل من درجه الحراره والاكسجين. اسف طبعا لو طولت عليكم، بس زي ما انتم عارفين كل لازم نراجع الواجب كله، راجع الواجب كله باتقان على مهلك. اكيد طبعا انا في بدايه الفيديو بسف عليك وبهزر، ولكن اكيد كلنا عارفين يا جماعه ان انت مضغوط ومضغوط جدا الفتره دي بسبب مدرسه ودروس وكده، فصراحه ربنا يكون في عونك. بس هو ده يا جماعه يعني هو ده البطل، ده الحد اللي بيقدر يبقى محطوط في مشكله ويعديها، ده الحد اللي ياخد على دماغه ويقول اي ويقوم يكمل، ده الحد اللي يبقى تعبان وينزل يكمل. ده يا جماعه الفرق ما بين حد ناجح وحد اسف يعني فاشل. حد بيقعد يعلق على شماعات ويقعد يقول اصل واصل، والله يا استاذ اصل مش عارف، طب ما زمايلك بيتعرضوا لنفس الكلام يا جماعه. يبقى انت بطل حكايتك، محدش هيبقى حاسس بكم المعاناه اللي انت بتعانيها غير نفسك ولا انا ولا ابوك وامك. انت اللي هتبقى حاسس، وانت اللي قدام باذن الله هتبقى شخص ناجح برضه لنفسك، والناس تشاور عليه وتقول اهو ده الشخص الناجح كذا، دي الشخصيه الناجحه كذا. برضه يا جماعه هيبقى لنفسك. فما تستناش اعذار من حد، ما تستناش دعم كتير من حد غير من نفسك. انت اللي بطل حكايتك، وانت اللي حاسس بكم المعاناه اللي انت بتعانيها. يا ريت نقدر نكون بنقدم لكم حاجه كويسه، يا ريت نقدر نكون بنقدم لكم حاجه تفيدك بشكل كويس. اتمنى ما اكونش طولت عليكم المره الاخيره، ونلقاكم بقى في فيديو اخر باذن الله. مع السلامه.